السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يا جماعة اقفوا جنب اختكم بالله عليكم، اتمنى تشاهدوا لي الفيديوهات بتاعتي عشان اكمل الشرط التاني. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. ولو حد من اخواتي طبعا اللي في القناة يقدر يساعدني بالله عليكم ما تأخروش. ربنا يا رب يبارك فيكم ويكبر بخاطركم. تعالوا بقى نخش في الفيديو. بس قبل ما نخش الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا جماعة النهاردة والله العظيم يوم غير عادي بصراحة. اخر بقى يوم النهارده الحمد لله في الامتحانات. فبصراحه ما كنتش عامله حساب ان في عندي عمال النهارده، ففجاه كده قالوا لي لا احنا جايين. فبصراحه بقى ما عرفتش ان انا هعمل اكل ايه والله العظيم. طبعا بتبقى حوسه ونوسه. فقلت النهارده بقى تعالوا بقى نشوف كده. بس قبل ما نخش الفيديو تعالوا نشوف منظر المطبخ من اوله لاخره. بصوا يا جماعه والله العظيم ثلاثة. بصوا الرخامه. طبعا انا حضرت لهم الصبح فطار. وسلقت طبعا شويه مكرونه كده اهو. وانا سبكت لها الحمد لله. وطالبين بقى قهوه، حتى القهوه كمان فارت اهي. انا بقى كده انا هشربها وهعمل لهم هي هم واحده تانية كده اهو. والله العظيم يا جماعه عايزه اقول لكم ان اختكم محتاسه في شغل العماله. الحمد لله رب العالمين طبعا. ومقشره لهم كده شويه بطاطس برضو هقليها لهم. وجبت كده طبق كفته برضو في التلاجة. ان شاء الله هوريلكم الفيديو كامل لما اغرف ان شاء الله الاكل. وبصوا يا جماعه الحوض، منظر الحوض. فبصراحة والله العظيم ثلاثة أنا مدعوك خالص اليومين دول. ادعوا لنا بقى يا جماعة، ربنا يا رب يوفقنا، اللهم امين يا رب، ويكمل لنا على خير ويسترها يا رب كده ويبعد عننا كل العين الوحشة، اللهم امين يا رب. ادعوا لنا يا جماعة كده في التعليقات بتاعت حضراتكم. ربنا يا رب يجازيكم خير. اتمنى بقى تشاهدوا لي الفيديو بالله عليكم. ومستنية تعليقاتكم الحلوة والاشتراكات بتاعتكم الجميلة. اللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان عيلتي تكبر بيكم. وطبعا يا جماعة ليا طلب